السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمارك هنا جرتون نمت كيسني يو بقى جراتني بقى يو أنا جيسة ويادا كوبي يداكم أنا جتني كاتني كوبي يدا اسم بوارس بشنن سيس برنو تلقي تاركتان قوسا يو كان تبا وأدى داف كيسا كبانغا تمرسا كان تاكين يتين وجنين تاوروني آراتا تريجتن سبسكرايب godhaati guma meediyaatti badama bashannanu wantoota adda addaa barnoota qabu leesiniin dhiyeessa jechuudha. Warroonni duraan jirtan ugaa like comment share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Guyyaadhaa react bifa gaariidhaan Hamzaa Jimmaa Hamzaan Haashim irratti viidiyoo inni hojjete tokko natti toleennaan irratti react gochuu barbaadeen jira. hanga dhumaatti na wajjin ta'a yoo deebinaa jechuudha. زود مكة لحج كميت الزيومون اللبتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونو لكم سنير غير تنو لبيك لا شريك لك مالو سيادة حجي دري شيخنا حسين يا حجي دري شيخنا حسين حجي دري شيخنا حسين يا إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنتم مالته يوم نجينا لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا kana irratti akkuma beekamu biyyiin eegani labsee jedhee viidiyoo adda addaa uummata islaamaa biratti dinqisiisu ta'ee jedhee akkamitti ajjiin jira kan namni ajjiira kun maaliif bashannana yookaan achii gochuu osoo hin taane arkaanul islaamii kam shanan keessaa arkaanul islaamii kamsatun shahadatu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqaamus salaati wa iitaa'uz zakaati wa soomu ramadaan wa hajjul bayti man istataa ilayhi sabiila yoo karaa nagaate yoo galaan namaaf ga'ee jedhu warra galaan ga'u malee nama meeqatu dheebbatu yoo as hanqate jechuudha. Kanaafuu ajjii as dhufuu jechuudha. Kanaafuu hanga xumuraatti nu wajjiniin ta'a. Namni kan ajjii biyya makkaa dhufuu fi bashannanaaf akkasumallee baajata maallaqa sitti baasuu fi miti arkaana islaamaa rabbiin irratti waajiba godhee dhufee asirratti ajja'ee ziyaaraa madiinaan naqee xawaafa godhee saajii godhee bakka ajaraan gaafa ismaa'iliin deessu fiidduu sana suksuku sana fiiguudhaan namni dhufa rukunii islaamummaa guuttachuudhaan dhufa malee waan biraatiin miti. Kanaafuu laayik sheer godhaa. maal taatan maal نجينا سيادة حجي دري شيخنا حسين يا حجي دري شيخنا حسين حجي دري شيخنا حسين يوجرتني إنا لله وإنا إليه راجعون مالتو يو نجينا مالجن أما بود حجي ده مكان ديمنا مدينة ديمنا دري شيخنا حسين بالي ديما حجي قريان لا حول ولا قوة إلا بالله أين خرج جيو هاي بيتنا وربية توبيات جي نوباتي آية ربي تنبلتمو ألال قرآن وني دوفيف سيغلي خراج نفسك يشوفي أتجينا ما تنبلتمو سيغلي مو آية ربي تنبلت قال يبرسون آية ربي تنبلاسون قال خاتون بر قرش مواتي كونينا قرشي رخشوان تيبي كمكا سنديفتي دري خلاص بوتاش رخشامي داينتو با باسفان داين أولي كنو مالي يكون كمبر شيخنا حسين أنا بشيخنا حسيني لا ما ساتي برتن أما رجع فداك وين سنتي ما سنتي كوني جنة وربا دنيمي جنة وربا نه شركة ربا كشوف هذا جالك براتي درين شيخنا حسيني أكيد مكان نفتي أكيد أقولي سيتي أكيد أجي كشوري سيتي درين سارجتونو دليل قدر دليل لا نقول يا جرابر ما أدري ما في رأيك دليبا أكشان تاعنا دليبا شوف ديمو جرتادي أشيله كيمو جالك براتي وانا بيهو قبضو شيخنا وسيتشون عبد الله قبل ربي صالح خطأ خرب صداتو كان قرتي كما توحيدات نما يامتره درو أمني قرتي واللالون نما صالح كان بالربي برد من قدونه تعيوكاو جار ثم ربي بردك ربي ولنو أرارس جاني قبري سادي مني زيارني إسرائيل أمتني اللهم رام بيجو تقال لو كي يهو سبع سبينا في حاجة كي يهو جاني أكرب بيت إمسانة تيمتن
ربي نمو سبحانه وتعالى قرآن كزت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سئين ينين مركة تجر ركو الراباسو نخد لاسني فين كبار خجي ربي توكيتشا ربي انتو كيتشو سوجرو آتنا مدويك أبري كزت مدرسة كنا وزين لقون جاتون شركي مو لا تشرك بالله شيئا جل ربي شركي نمان دي سو وانتهي في لقا أمتكين يراديني نياشي أنوار اللي رتي ورابني تران وانتهي في كنافو وانتني جد أجرو أكاين نمكين النيف فيديو بفقاري دانو جتجرا أجين كان نكمو في مالك أركانا قوتا جوار ربي نمرتي واجبا قولي جتجرا كنافو akkasitti inni dinniina jira jechuudha hanga xumuraatti wajjin taammas kanaafuu hajjii gochuudhaaf ati wanni sirratti eegamu maali subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti wanni dubbatee jiru akka namni hundinuu namni danda'ee jiru gartee akka ni deemee hajjii ka'abaa isaa daawwatee torbattiin naannawee alzaaraafaa dhaabbatee minaas bulee haala kanaan gartee faraa'ida hajjii geggeessuu dandeessa namni gartee hajjii godhee osoo gartee chigee diliin dalagin osoo kijibin raja'a min dhunubihi kayawmi waladatuhu ummu akka gaafa gartee ummaan sasadaltuutti isa deessuutti qulqullaa'ee deebi'ee jaa rasuuli alayhi salaatu wassalaam asiyoo khaatee bassoo kee qabattee shaanxaa gurratee dirree sheekanaa Huseen buute shirkiin laaqamtee duniyaa fi akhiraan kee badee deebita kanaafuu wanni akkanaa kun badaadha deebi'a amma gara maatii keessanii baarakallahu fiikum شفت كيسن قراماتي كيسن يديبيا استغفر الله جنون استغفار يا عم استغفار جنون استغفار شكرا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا رب نوديس حجي كان كونو مكة درشه كان حسين شركي الله اكبر sagantaan kana fakkaata mee ustaaz Mu'aaz Naziim mee maal jedhan amma xumuraatti isaa wajjin ta'a waan kanarraa bifa gaariin dubbate ወደ መካ ለሐጅ ከሚሄድ እዚሁ መሆን አለበት የሚል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ድና የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች ባላችሁበት የአላህ ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን እያልኩኝ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ስለ ሐጅ ጉዳይ አንስተው በኢኮኖሚያዊ እይታ የሆነ ሐሳብ ሰጥተውበታል እሳቸው ግን መረዳት ያለባቸው በጣም ብዙ ነጥቦች አሉ እነሱ ነጥቦች የመጀመሪያውና ትልቁ ሐጅ ብሎ ማለት እንደ ሙስሊሙ ማህበረሰብ አምስተኛው አርካነል ኢስላም የእስልምና ምሰሶ ከሚባሉት አምስተኛውና በጣም ትልቁ ነጥብ እንደሆነ አንደኛ መረዳት አለባቸው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሐጅ ጉዳይን የሚደነግገው ቀኑን ጊዜውን ቦታውን ሁኔታውን የሚባለውንና የሚደረገውን ነገር በአጠቃላይ የሚወስነው ቁርአንና ሐዲስ እንጂ ሸይኾችም እንዳልሆኑ በደንብ መታወቅ አለበት ግለሰቦችም እንዳልሆኑ ምክንያቱም እሳቸው እንደገለጹት ከሆነ እዚህ መደረግ አለበት የሚሉ ሰዎች አሉ እስልምና ደግሞ በሰዎች የሚመራ አሊያም ደግሞ ሰዎች የሚጨምሩበትና የሚቀንሱት ነገር እንዳልሆነ በደንብ አድርገው ሊረዱት ይገባል ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ምንድነው ቁርአንና ሐዲስ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲናገር ወሊላሂ ዐለ الناس حج البيت ነው ያለው ያንን ቤቴን ሄደው ሐጅ ማድረግ እንዳለባቸው ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው ምንድነው አይደለም ሶማሊያ ኢትዮጵያና የመሳሰሉ ሌሎች ሀገራት ይቅርና እዚህ ሳዑዲ ውስጥ ራሱ መዲነቱል ሙነወራ ላይ ሐጅ ማድረግ አይቻልም ሐጅ የሚደረገው የራሱ የሆነ ከሚና ጀምሮ ወደ አረፋ ሄዶ ሙዝደሊፋ በዚያው አካባቢ ስለሚያልቅ መካ አካባቢ ስለሚያልቅ መዲና ላይ ራሱ ማድረግ አይቻልም ጣኢፍ ላይ ማድረግ አይቻልም የሐጅ ቦታ አንድ ቦታ ብቻ ነው የአላህ ቤት አለ እዛ ላይ ነው ሐጅ የሚደረገው ይሄ ነጥብ በደንብ ከስር ሊሰመርበት ይገባል ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን የሐጅ ጉዳይ ሰዎችን ኢጅቲሃድ አድርጉበት ብሎ አይደለም ያስቀመጠው ወይ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳያስተምሩ አይደለም ያለፉት ሁሉንም አስተምረው ከነስርዓቱ ከነምኑ አስቀምጠውታልና ማለት ነው አራተኛውና ሌላው ትልቁ ነጥብ የምለው ሐጅ ማለት ከቱሪዝም ጋር የሚያስተሳስሩ ሰዎች አሉ ሐጅና ቱሪዝም ሙሉ በሙሉ የሚገናኝ ነገር አይደለም ሐጅ ዒባዳ እንጂ የቱሪዝም ገቢ ማሰባሰቢያ አይደለም ይህ ነገር ሊታወቅ ይገባል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መናገር የምፈልገው ይሄንን ነው ሐጅ የቱሪዝም ማሰባሰቢያ ሳይሆን የእስልምና ህግጋት የሚያዘን ትልቁ የዒባዳ አንድ እርከን ነው ማለት ነው አምስተኛው ነጥብ ደግሞ ሼኽና ሁሴን ብለው አንስተዋል ሼኽና ሁሴን ሲጀመር ከስር መሰረቱ ከቢድዓ ጀምሮ ከእስልምና እስከሚያወጣ ኩፍር የተሰበሰበበት በአላህ ዘንድ በጣም የተጠላ ቦታ ስለሆነ ለሙስሊሙ ኡማ አይፈቀድም እዚያ ሄዶ እዚያ ቦታ ላይ መገኘት አይደለም እዛ ተሰብስበን የሐጅ ቦታ ልናደርገው ቀርቶ ማለት ነው ወደ ኩፍር የሚያደርስ ቦታ ስለሆነ ስለዚህ እንዲህ ያሉ ነገሮች ቢቀሩና ስድስተኛውና የመጨረሻው ነጥብ ደግሞ መንግስት እንደ መንግስት ከቱሪዝም ጋር የሚያያዙ ነገሮችን በደንብ አድርጎ ማቀላጠፍ መብቱ ነው ምንም ችግር የለውም እኛን ደስ የሚለን ነገር ነው ወላኪን ከእስልምና ጋር የሚያያዙ ነገሮችና ከዒባዳ ጋር የሚያያዙ ነገሮች ውስጥ ባይገባና እንዲህ ያሉ ነገሮችን ለባለቤቶቹ ለሙስሊሞቹ ቢተውና መሻይኾቹ ያለውን ነገር ቢያስተካክሉ የሚል ሐሳብ አለኝ አላህ ይባርክ ፊኩም